ايه اللي حصل في سينا؟ هقول لكم ايه اللي حصل في سينا. اللي حصل ان احنا زرعنا قطن مصري. ايوه، زودنا كميات القطن المصري دلوقتي ونزرع القطن المصري عشان يرجع زي زمان. كمان في سينا حصل في سيول كتيرة وامطار كبيرة جدا، وخزنا الامطار دي كلها في انهار هناك في سينا. القطن المصري زي ما انتوا عارفين مش مجرد محصول عادي، ولكن هو حتى اسمه ايه؟ اسمه الذهب الابيض. ليه سموه الذهب الابيض؟ زمان القطن المصري كان بيساهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد المصري، فهو القطن المصري كان مهم جدا. القطن المصري هو اللي كان بيرفع اسم مصر من أكبر أسواق العالم بفضل جودته ونقاء أليافه. القطن المصري هو من أجود أنواع القطن في العالم بفضل أليافه الطويلة، تقيلة وناعم. كمان بيناسب صناعات راقية عالمية، في شركات عالمية بتعتمد عليه في منتجاتها، وصادراته زادت كمان بشكل كبير في آخر كام سنة بعد دعم الدولة وتطوير منظومة الزراعة. دلوقتي عندنا فرصة نرجع القطن المصري لمكانته الطبيعية، نفتح بيه أبواب استثمار وتصدير تاني. الجودة بتتكلم مصري. القطن المصري عودة الذهب الأبيض للساحة العالمية. القطن المصري تاريخ في ريادة منذ القرن 19، والقطن المصري بيحتل مكانة عالمية مرموقة. كمان خد شهادات دولية، وفي شركات عالمية كزارا ونايك وكالفين كلاين تعتمد على القطن المصري في منتجاتها علشان بيتمتع بنقاء ومتانة عالية. في قفزة في التصدير في 2023 ارتفع بنسبة 30%، في 24 كمان وفي 25 زادت التصدير وكميات التصدير. في صادرات القطن المصري بفضل ان احنا فتحنا اسواق جديدة وتحسين منظومة الزراعة وزودنا كميات الزراعة في القطن المصري، وكمان زودنا التسويق. وبكده هنرجع القطن المصري زي زمان واكتر. وفي اخر حلقة يا ريت ما تنسوش اشتراك وتفعيل الجرس ولايك، يا ريت ما تنسوش الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.